قام اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية بجولة تفقدية شملت المركز التكنولوجي بحي أول وثاني طنطا ومركز ومدينة طنطا لمتابعة سير العمل والتأكد من تسهيل إجراءات التصالح على مخالفات البناء والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، حيث جاءت الجولة في إطار توجيهات القيادة السياسية بسرعة إنهاء هذا الملف الحيوي وتذليل العقبات أمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاعهم. وخلال الجولة تابع المحافظ إجراءات تلقي طلبات التصالح واطمأن على انتظام العمل داخل المراكز التكنولوجية دون معوقات، مشددا على ضرورة توفير كافة التسهيلات للمواطنين ومساعدتهم في استكمال ملفاتهم بكل يسر وتيسير الإجراءات الإدارية عليهم لضمان سرعة البت في الطلبات. كما وجه القائمين على المراكز التكنولوجية بضرورة العمل على تحسين آليات التواصل مع المواطنين وتعريفهم بخطوات التصالح والمتطلبات اللازمة بشكل واضح. استمع المحافظ خلال جولته إلى تقارير من رؤساء الأحياء ومدير المراكز التكنولوجية حول نسب الإنجاز في الطلبات المقدمة، حيث أكد على ضرورة الإسراع في إنهاء كافة الطلبات وفقا للضوابط القانونية. كما وجه بضرورة الاستمرار في العمل بالفترة المسائية لاستقبال المواطنين وتخفيف الضغط على المراكز خلال ساعات النهار، وأكد على أهمية مراعاة البعد الإنساني في التعامل مع كبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة وتقديم الدعم اللازم لهم أثناء إتمام إجراءات التصالح.